احلى تحيه لكل اللي بيشوفوني، معاكم حسن التوني، والنهارده عند ارخص واشهر عربيه برجر في الجيزه وهي بالك برجر. فتعالوا نشوف الاكل بيقول ايه. اول ما تدخل عربيه ريحه الفحم يا جدعان عامله قلبان في الشارع. كان لازم ابدا تصوير في العظمه اللي انتوا شايفينها دي. شكل البرجر بدون افوره تحفه. بالك برجر موجود في شارع ال20 فيصل. ما تنسوش تاخدوا سكرين شوت للمنيو، وعلى فكره بيوصلوا دليفري لاماكن كتيره جدا. قلت اخد لكم لقطه لشكل البطاطس المحمره وهم بيعملوها. نخش بقى في عمال السندوتشات. بسم الله ما شاء الله، بيفرشوا مش اقل من 20 او 30 لقمه عشان يغطوا على الزحمه. الاوردر بتاعي والله يا جماعه في نص الحاجات دي، وما اعرفش انهي اوردر، فهو كله زي بعضه. لا تفتكروا انه في حاجه مخصوصه ليا عشان التصوير. كل سندوتش معاه كميه بطاطس متبهره ومحترمه. واللي لاحظته بقى انهم بيغرقوا السندوتشات صوصات، من كاتشب لبيك تيستي باربيكيو صوص جبنه. لا الناس دي في صوصات متوصيه قوي عشان البرجر يكون جوسي. واوردرات الدليفري بيغطوا السندوتشات بالفويل عشان يحافظوا على السخونيه بتاعته وما يتبهدلش. في نهايه التصوير عند العربيه قلت لا لازم ارجع لمنظر البرجر وهو على لهب الفحم، دمار في الخيال. ولانها عربيه مفيش يعتبر مكان تاكل فيه، خدت اوردري ورحت بقى على القهوه حجي، وبدات بسندوتش الفراخ اسمه بالك تشيكن. بيكون فيه موتزاريلا ستيك وتركي مدخن، وسعره تقريبا 65 جنيه. طبعا شريحه التركي لاحظتوا معايا انها صغيره قوي، محتاجين يزودوها شويه، ومعاها صباع الموتزاريلا. والصوصات بقى دوست في الفراخ الاول، وبصراحه السندوتش ما كانش قد كده، خصوصا الكراست وتتبيله الفراخ كانت عاديه، ما حسيتش بانبهار، فممكن ما اطلبوش تاني. وده خدوا بالكم ذوق الشخصي، لكن ممكن يعجب ناس تانية عادي جدا. على العكس تماما بقى، البرجر حرفيا دمار في الخيال. اللقمه حلوه جدا. بصوا هنا بوريكم البرجر قد ايه مليان صوصات، جوسي كده في نفسه. سندوتشات البرجر عند بالك بتقول حكايات، فانصحكم تجربوه. سندوتش البرجر يبتدي من 55 جنيه بالحلاوه دي. لا يا جماعه جمدان.